انا معاك لو احنا بعاد اكيد راجع. طبعا اكلموا المسؤولين في النادي الاهلي واتفقوا على كل حاجه، ورحت الاعاره 6 شهور لنادي الاتفاق. ساعتها كان بيمر بظروف صعبه وكان بينافس على الهبوط، فاتكلموا معايا. الحقيقه انا وافقت، لان طبعا اولا المكان كان جميل جدا، المنطقه الشرقيه في الدمام، وفرقه كانت كويسه وتعودت عليهم. وبصراحه لما رحت يعني نادي الاتفاق لقيت فيه ترحيب جامد جدا، وكانت فرقه كويسه، بس هم ما كانوش منظمين الفتره دي ومش مظبطين في حاجات. قدرنا ان احنا نقعد مع بعض وعملنا حاجات كويسه يعني الدور الثاني. والله الاجواء كانت جميله جدا، وانا كنت مستمتع بالبلد والفرقه والجهاز الفني، حتى مجلس الاداره اللي كان ماسك كان متعاون جدا مع النادي، وقدرنا ان احنا الشوط الثاني الدور الثاني نعمل نتائج كويسه. ان كان الدور الاول كان نتائج سيئه وكان ترتيبه قبل الاخير تقريبا، فرحت لقيت الاجواء كويسه قدرت الحمد لله ان انا اتعود عليهم واتاقلم عليهم بسرعه. في خلال اسبوعين بالظبط قدرت ان انا اخش مع الفريق. كان في لقطه جميله جدا، يمكن الدوسري كان كابتن الفرقه، واول ما جيت للنادي الاتفاق بعد مباراه او 2 راح خلى اشاره الكابتنه وادهاني خلاني كابتن الفريق، وانا كنت رافض الاول طبعا عشان الموضوع ده بالاقدميه ولازم يكون لعيب سعودي، فانا كنت لعيب مصري، ما حسيتش ان في فرق خالص بين مصر والسعودي الحقيقه. صالح السرحاني وخطر الاتفاق، العبودي يحاول يلعبها على طول في المرمى، اللعب غير جهه، جول الاتفاق يسجل هدف التعادل، الاتفاق يسجل هدف التعادل، الكره من مبارك الخليفه يسجل هدف تعادل في الدقيقه 37 من الشوط. كانت بالنسبه لي الحمد لله عملت فيها حاجه كويسه، لكن الذكرى ان انا يمكن سنه لعبتها في السعوديه مش هقدر انساها يعني، دي بالنسبه لي من ضمن الذكريات يعني. واتمنى ان شاء الله ان لو في مجال بقى للتدريب او حاجه في المستقبل يبقى ان شاء الله نتواصل يعني باذن الله. الدوري ليه ميعاد بدايه ونهايه يعني، ما فيش حد يقدر يأخر يوم ولا يقدم يوم، سواء في منتخب بيتلعب او بطولات اسيا او دوري سعودي او اي حاجه محطوطه ليها بلان من اول السنه لحد اخر السنه، ما حدش يقدر يغير يوم. دي فعلا من ضمن الايجابيات اللي شفتها في الدوري السعودي. انا بشجع الهلال، انا هلالي، يمكن انا بحب كابتن سامي جابر قوي، ويمكن اعرفه يعني شخصيا، ولعبت ضده في الدوري السعودي، وشخصيه محترمه يعني لعب فتره طويله جدا وقدم اشياء كتير للمنتخب السعودي ونادي الهلال، فبالتالي هو في مكانه الطبيعي ان هو يبقى في يعني الاداره او كمدير اداري او مدير كوره. فهو راجل يعني بصراحه ادى للمنتخب السعودي كتير ونادي الهلال، فطبيعي ان هو يبقى متواجد وده حقه يعني. في كمان محمد نور من اللعيبه الممتازه في نادي الاتحاد، يعني لعيبه كتيره جدا بصراحه يعني.